الأتراك المأجورين الذين يرون الكرد كحمالين يهاجمون قيم الكرد بهوية حزب العمال الكردستاني باكاكا. قيادية الباكاكا هيلين أوميد وفي مقابلة لها مع إحدى وسائل الإعلام التابعة للحزب قالت بأنها لا ترى الحزب الديمقراطي الكردستاني كرديا. جدير بالذكر أن هيلين أوميد تعرف باسم هيلين ترك داخل أطر الباكاكا، فكيف لتركي أن يقول عن الكرد بأنهم ليسوا كردا؟ من هي هيلين أوميد؟ اسمها الحقيقي نيلوفر جوبان، ولدت عام 78 في كاستومون بتركيا، نشأت وترعرعت في اسطنبول، انضمت إلى رفوف الباكاكا عام 97 بمحض إرادتها. في البداية توجهت إلى اليونان ثم انتقلت إلى الشام وبقيت هناك مع أوجلان، ومن هناك أرسلوها إلى أوروبا لتستقر أخيرا في قنديل، وهي عضوة اللجنة المركزية للباكاكا، تشتغل منذ أعوام في المؤسسة الإعلامية للباكاكا جنبا إلى جنب مع مصطفى قرسو. فهي لم ترى مدينة كردية في حياتها قط، ولم ترى أي كردي باستثناء الكرد المتواجدين في رفوف الباكاكا. وها هي الطفلة التركية المتعجرفة تقول بكل احتقار أنا لا أرى الحزب الديمقراطي الكردستاني كرديا. هيلين ترك، هل تعلمين أن الديمقراطي الكردستاني عندما كان يناضل لم يكن رئيسك قد ولد؟ تمتد مسيرة البارزاني ل 150 عاما، بينما نضال الديمقراطي الكردستاني من أجل استقلال وحرية كردستان يمتد ل 80 عاما. استشهد الآلاف من بيشمركة كردستان وعلى الكرد النضال والتحرر بقيادة الديمقراطي الكردستاني وريادته. أصبحت مسيرة بارزاني والديمقراطي الكردستاني مصدرا للنضال في كافة أجزاء كردستان الأربعة، بمعنى أن العالم لو يعترف اليوم بالكرد فالفضل يعود للديمقراطي الكردستاني. نضال البارتي وضع حجر الأساس لكيان إقليم كردستان، كما كسر قيود معاهدة لوزان. فكيف لحقيرة مثل هيلين ترك أن تحتقر قيم الكرد؟ فهل أنت يا حقيرة وحزبك هما من يقرران من هو كردي ومن ليس كرديا؟ حرر الديمقراطي الكردستاني والبارزاني الكرد وكردستان من الإبادة والهلاك نتيجة النضال 100 عام. عندما لم تكن هيلين ترك وحزبها الدخيل، كان البارزاني والديمقراطي الكردستاني يناضلان باسم الكرد. فمن تعتبرهم هيلين ترك كقادة لها أمثال كالكان وغيره، هم أيضا تعلموا حمل السلاح والنضال وحياة البارتيزانية بفضل الديمقراطي الكردستاني. أصبحت هيلين ترك عضوة في اللجنة المركزية لباكاكا بدعم من مصطفى قارس ودوران كالكان. فكيف لحقير نجس أن تصل لدرجة تحدد من هو كردي ومن ليس بكردي؟ ولكن هكذا قضت الباكاكا على مبادئ الكرامة لدى الكرد. والحقيقة هي أن الأخلاقيات هيلين ترك تكشف حقيقة الباكاكا وتكشف المستوى الذي بلغته الباكاكا من التلاعب بالمعايير الأخلاقية. فطيلة 40 عاما مضى تحاول الباكاكا الاستيلاء على جميع إنجازات ومكاسب الكرد، ولم تكتفي بركوبها ظهور أطفال الكرد، حتى قامت باعتلاء الأتراك أيضا. أي ترى في أي نضال عالمي استطاعت الدول المستعمرة والمهيمنة تقديم النصح للشعوب المضطهدة والمظلومة؟ فمثلا هل يمكن للإنجليزيين أن يدخل إيرلندا ويصبح قياديا ويقول لا أعتقد هذا الشخص إيرلنديا؟ كلا. إذن فلماذا يقول الأتراك المنخرطين في رفوف الباكاكا ذلك؟ لأن الباكاكا ليست حركة كردية، بل على العكس تماما، فهي حركة هدفها إخضاع الكرد. فرضت الأتراك على رقاب الكرد تحت شعار الأممية وأخوة الشعوب. تلامذة يالتشين كوتشوك قائمون على الأعمال، فمن ناحية سوريا أوندا، ومن ناحية فيجن يوكساك، ومن ناحية أخرى ها هي هيلين أوميد، ومن ناحية أخرى دوران كالكان، ومن ناحية أخرى فاسل سيايلان، ومن ناحية أخرى ويسي سارا سوزان. كل هؤلاء الأتراك يتم تقديمهم على أنهم أصدقاء للكرد يتحكمون بالإعلام الكردي. والمصيبة الكبرى هنا هي أن هؤلاء الذئاب بثياب الحملان يتحدثون كممثلين للكرد، وجميعهم أشخاص معدوم الشرف والأخلاق والوجدان. باتت الباكاكا مطية ممتازة لأمثال هؤلاء، وحيثما وجد مثل هؤلاء الأعداء الأصدقاء فهم يهاجمون الكرد تحت مظلة الباكاكا ومؤسساتها، تحت اسم التعاون السياسي كأخوة الشعوب وبناء الديمقراطية المشتركة والنضال المشترك والتدريك وما إلى ذلك. يهاجمون الكرد تحت مظلة الباكاكا. أصبحت الباكاكا ومؤسساتها وكرا لهؤلاء الأشخاص المنعدم الهوية الأخلاقية. يهاجمون الهوية والتاريخ الكردي. منذ الثمانينيات فتحت الباكاكا باب نضالها على مصراعيه للمسؤولين الأتراك والمرتزقة المأجورين كهؤلاء، وعلى وجه الخصوص باب الإعلام.
يالتشين كوتشوك من قدامى رجالات الدولة في هذا المجال. أصبح كوتشوك كرئيس مشارك لأوجلان بين عامي 90 لغاية 99. كان كوتشوك أيضا وراء هجوم الباكك على كردستان في التسعينيات. كان المسؤول على العلاقات بين الدولة تركيا والباكك، وهذا ما لا يخفى على أحد. بعدها برزت فراخ كوتشوك وتلامذته على الساحة. سوريا أوندر هو أحد أبرز القادة من هؤلاء الموظفين، له باع طويل في المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الكردي كحرب الخنادق، وما كان الشعار الذي ردده صلاح الدين دميرتاش: لن نجعلك رئيسا إلا من بنات أفكاره. الأتراك ممثلو الدولة المنخرطين في صفوف الباكك يقولون بشكل علني: الكردي الوطني والقومي سيء، الحزب الديمقراطي الكردستاني سيء، من يتحدث بالكردية سيء، من يصر على الكردية سيء، من يقول دعوا الكرد يقومون بإدارة أنفسهم ولهم الحق في دولتهم الخاصة سيئون. باختصار، هؤلاء المأجورين ومرتزقة الدولة باتوا يتحكمون بالباكك ويديرونها من الداخل. أصبحوا أرباب المناصب والأموال والأسماء على حساب الكرد، بينما يتعرض الكرد المعارضين المناهضين لهؤلاء المأجورين للتشهير والإهانة. لكننا نقول إن هؤلاء الأتراك المتظاهرين بأنهم أصدقاء للكرد لا يمكن أن يصبحوا أصدقاء للكرد أبدا. فكما قال غريغوري بيتروف في روايته الزنابق البيضاء البلد: إلهي احمني من أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم.